طيب دلوقتي عايز أعرف إزاي أقدر أعرف المشروع بتاعي ممكن ينجح والّا لأ؟ المشروع بتاعك ممكن ينجح في حالة واحدة بس زي ما قلنا قبل شوية، انك انت لازم تكون عارف السوق بتاعك كويس وعارف المنافسين ودارسهم كويس، وبتكون بتقدم حاجة متميزة عن اللي الناس دي بتقدمها، زي ما بيسموه كده تكون سابقهم. ممكن تكون بخطوات بسيطة، ممكن تكون بتولز بسيطة، ممكن تكون بأفكار جديدة لعرض نفس الشيء. يعني على سبيل المثال انت لو بصيت هتلاقي ان الفترة الأخيرة ظهر ناس كتيرة جدا بتعمل فود ريفيوز. لو بصيت هتلاقي ان ممكن تشوف كتير جدا على اليوتيوب، بس مش هتحاول انك انت تتجاوب مع ناس كتير منهم. هتلاقي نفسك انك بتتابع شخص او اتنين بس مرتاح منهم معاهم في طريقة ان هم بيقدم لك العرض بتاع المنتج نفسه، بيقدم لك الجزئية الخاصة بالكواليتي، مش بيطلع يقول نفس الكلام المتكرر مع كل حد. يعني على سبيل المثال انت دلوقتي اكيد لما بتشوف بعض الفيديوز بتروح المطعم نفسه وتجرب، تمام، وبتجرب بنفسك اذا كانت الحاجة دي فعلا زي ما طلعت في الفيديو بتاع الفود ريفيوز او لا. طيب في حالة انك انت شفتها وقلت ان لا دي مش قد كده، انت هتلاقي ان انت ما اخدتش قيمة، هتبطل تصدق الشخص ده. نفس الشيء في كل المجالات. انا لو باخد منك معلومة عن موبايل جديد موجود في السوق او نازل السوق او نازل في السوق جديد، او ان انا هشتري موبايل جديد، اكيد انت لما هتقول لي معلومات انا هتوفر عليا وقت كبير جدا ان انا اعمل بحث ومرة واثنين وثلاثة، ومش كل الناس عندها القابلية او عندها الوقت ان هي تعمل الكلام ده. فبالتالي اللي انت بتقدمه بيخلي المتابع بتاعك هو اللي مستعد ان هو يروح يدفع قيمة المنتج ده في شكل فلوس، ان هو يحصل على المنتج ده ويكون عنده بناء على القيمة اللي انت قدمتها لي. طب لو انا اشتريت، يعني نعكس الموضوع، واكيد في ناس تانية بتعمل ريفيوات. طيب لو انا رحت لنفس الناس دي واخدت منهم معلومات ونزلت على السوق ولقيت ان المنتج اللي هو بيتكلم عليه مش فعلا بنفس القيمة اللي هو بيقدمها، طيب في الحالة دي انا استفدت؟ اكيد لا. طيب هل انا هبقى بصدق الشخص ده مره تانية؟ هفكر ان انا اعمل له متابعه اصلا؟ اول حاجه هفكر ان انا اعملها ان انا ادخل له اعمل ان ريفيو وهحط كومنت سيء للشخص ده، تمام. نفس الشيء حطه في كل القطاعات. يعني مثلا لو بصينا على قطاعات زي القطاعات الانتاجيه، في شركات زي شركات العربي مثلا، او كل البراندات اللي موجوده تحتها، الاسماء اللي موجوده تحتها، لو بصيت هتلاقي ان هم عندهم منتج ذو قيمه عاليه في السوق المصري وبره السوق المصري، وفي نفس الوقت مفيش حد بيعمل ريفيو لمنتج من منتجاتهم الا لما بيطلع في محله. هو عامل بالظبط كده زي حد بيسوق للذهب، اللي هو الذهب يعني حاجة معروفة، حاجة الناس كلها مش هتختلف عليها، بس بيختلف في الصنعة نفسها. الصنعة اللي هي ايه، زي ما بيسموها كده المصنعية، اللي هي شغلة الفنان اللي قاعد يرسم او قاعد يحفر او قاعد يشتغل. طيب انت دلوقتي لو اشتريت منتج من منتجاتهم، وانت كنت حكيت لي من فترة ان كان حصل معاك حاجة زي كده، تمام. طيب وحصل معاك فيه مشكلة وكلمت الشركة ولقيتهم ان هم بيجروا ان هم يساعدوك ان انت تصلح الحاجة دي او ان انت تستبدل او ان انت تغير او هل ده مش تميز بالنسبة لهم جوه السوق اللي هم بيقدموه؟ يعني في مصر على سبيل المثال او في اي دولة تانية، في شركات كتيرة جدا بتصنع اجهزة منزلية، بس في كام واحد بيتميز بان هو يقدم لك افضل خدمة ما بعد البيع بالشكل الكويس؟ عدد قليل. طيب وبناء على ده انت بتحتاج انك انت تدور على المصدر اللي بيديلك المعلومة او الخدمة او المنتج بالشكل الصح عشان يوفر عليك وقت ومجهود في ان انت تشتري الحاجة دي او تحصل على المنتج ده او تحصل على الخدمة دي.